ازاي لو مزنوق في 1000 جنيه ومعكش منهم غير 100 جنيه تقدر تخليهم 1000 وتقدر تخليهم 10000 كمان؟ اصل هي معادله بسيطه قالها رب العالمين وبلغها لينا سيد المرسلين: الحسنه ب10 امثالها والله يضاعف لمن يشاء. معادله مش مطلوب منك وانت بتعملها غير بس اليقين. اوعى في يوم او في لحظه تستصغر اي حاجه انت بتعملها لوجه الله، بس الاهم انك انت فوق انك انت بتعملها لوجه الله يكون جواك اليقين التام ان ال10 جنيه اللي انت هتطلعها من جيبك ربنا هيردها لك 10 اضعاف. ما تعملش التجربه من باب ان انا اهو عملت بقى انا عايز اشوف الخير، ورب العباد ربنا هيرزقك بالخير لو بس جواك اليقين انك بتعمل الشيء ده لوجه الله بنيه ان ربنا يتقبلها ويزيدك ب10 اضعاف اللي انت قدمته لوجه الله. اليقين في ان زي النهارده من سنين انا اتولدت وكل سنه عن سنه ببص ورايا بقول ازاي انا عديت من كل الصعب ده. اليقين ان ربنا هيعوضني عن اللي راح في ناس جديده نبني معاهم اساس يتحمل اصعب الظروف وهيكون بستر ويقين بالله. اليقين انك لو في اشد الاحتياج ل 100 جنيه طلع 10 جنيه من جيبك وانت كلك يقين ان ربنا هيرزقك ب 100 جنيه وال1000 جنيه كمان. اليقين ان القسط اللي عليك هيتدفع وان جهازك هيكمل وفرحتك مش هتنقص وان صحتك هتتحسن وان الميله هتتعدل. اليقين اللي يخليك ما تبخلش وانت متاكد ان ربنا ما بيحبش البخلاء وبيحب الكرم وبيستخدمنا عشان يبين كرمه على حبايبه. اليقين اني محتاج عربيه بدل اللي راحت مني ومعيش من ثمنها غير حرفيا اقل من 10%. اخلصت النيه لله واعتمدت اللي فيه النصيب في يوم عيد ميلادي اللي هو المفترض بكره وجمعتكم طيبه. وانا كل يقين ان في يوم هرجع وافكركم بان جبتها عشان انا يقيني وصدقي وايماني بالله كبير. اليقين ان في ملك للكون احنا انشغلنا عنه ونسينا ان اللي بيتصرف في كل اصغر واكبر امور حياتنا هو اللي في كل ازمه بنلجأ له وبننادي عليه وبنقول له يا رب. بس بنقولها من غير يقين ان ربنا لما حلك من كل الصعب اللي فات في صوره شخص ساعدك او شغل فتح لك رزق او فكره جابت لك فلوس، كل دي كانت امور من اشخاص استخدمهم ربنا عشان يفرجوا عليك كل الصعب اللي فات. وهو اللي مفيش غيره اللي هيستخدم ده وده عشان يحلك من كل الصعب اللي جاي فقط باليقين. وبالمناسبة مش لازم تدفع ألوفات ولا تدفع ميات، انت بتقدم لله كل اللي في استطاعتك حتى لو كانت هدوم مستعملة انت مش محتاجها. على فكرة انا من اكتر الناس اللي بتحرج ادي اي حاجة مستعملة لاي حد، واحيانا كتير كنت بغلط وبقول ان انا ارميها ولا اني اديها لاي حد، وكنت معتقد بكده ان انا بحبهم زي ما بحب نفسي بالظبط، لكن اتضح ان الحاجة المستعملة بتاعتك اللي انت بتحرج انك انت تديها لاي حد في ناس كتير في امس الحاجة فعلا للحاجة دي. ولذلك لو انت عامل زي حالاتي كده بتحرج، نظف الحاجه بتاعتك وكيسها وهتلاقي بدل الدار 1000 دار وبدل المكان 1000 مكان، سواء كان غير قادرين او حتى الايتام، وربنا يجعله في ميزان حسناتك وحسناتنا اللهم. وصدقني سواء كان في الشارع او في الدار انت مش بتعمله للاشخاص، انت بتعمله لله وحده فقط لا غير، بنيه ان ربنا يفرجها عليك ويزيدك بركه اللهم امين. انا بس حبيت افكرك وافكر. انا عارف انك حسيت انك قاعد في درس لتعريف اليقين والخير، لكن في الحقيقه انا تعمدت اكررها لنفسي وليك اكتر من مره، عشان حقيقي احنا كل مره بنقول يا رب بنقولها في كتير من الاحيان لمجرد ان لساننا اتعود عليها من غير ثقه ان ربنا فعلا شايفنا بعين الرحمه، في حين ان كل مره بتثق بالله بيفرجها عليك. ابويا لما مات كنت صغير يمكن ما حسيتش بظهر اللي اتكسر بوجود اخواتي الرجاله واختي وامي، وبعدها اختي ماتت وكانت نقطه فاصله في حياتي، لكن لما ماتت امي الدنيا وقفت بيا، وفي الحقيقه مش الدنيا اللي وقفت، انا بس اللي حالي وقف ووقفت حالي بايدي. وبرغم ان انا على مدار حياتي مريت باللي اصعب من ده من وجهة نظر بعض الناس، لكن كان اي صعب هيهون بوجودهم بالتأكيد، ومع ذلك عدينا من كل الصعب ده اللي بيخليني لما ابص ورايا افتكر كم المطبات اللي عديت منها عشان بعدها ارجع ابص تاني قدامي وانا كل يقين بالله ان اللي عداني من كل اللي فات هيعديني برضو من كل اللي جاي. في الختام ما تنساش تصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب، وتدعي لامي والامواتنا بالرحمه، وتدعي ان ربنا يجعلها عاده فينا. وبالتاكيد انا بنقل لكم الموقف مش عشان نقول اهو احنا بنعمل خير، بل بالعكس انا بنقل الموقف عشان اشجع الغير على الخير. قعدتنا دي مش اول مره وربنا يجعلها دايما عاده فينا وما تبقاش اخر مره. وفي الختام ندعي ان ربنا دايما يستخدمنا ولا يبدلنا. وقبل ما نختم هنختم بمقوله الامام الشافعي، ايوه اللي تقريبا كلنا حافظينها: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. واوعى تنسى اهم حاجه في الموضوع ده كله، اوعى تنسى الاستغفار الجبار، استغفر الله العظيم من كل ذنب هين كان او عظيم. مساء الزبده.